فاكرين فلافيو؟ أيوة، المهاجم الجامد قوي اللي كان حديث كل الناس في فترة من الفترات، واللي الكل كان بيحبه بسبب مستواه المرعب اللي قدمه مع الأهلي. فلافيو كان ليه ذكريات ما تتنسيش مع جماهير الأهلي، وتحديدا في الفترة من 2005 ل 2008. ده حتى جماهير الفرق التانية كلها ليها ذكريات معاه، بس مش حلوة خالص. فلافيو اللي قعد سنة كاملة ما سجلش غير هدف واحد بس، ويا ريته ملعوب، لا ده كان خابط فيه في قفاه بعد شوطة من عماد النحاس في مباراة المحلة سنة 2005 عشان يلعب سنة كاملة من غير ما يسجل أي هدف. ولكن كان بيعمل كل حاجة بشهادة مانويل جوزيه والمحللين، وما كانش بيقعد ولا مباراة على الدكة، لحد ما جت اللحظة اللي الكل كان منتظرها في سنة 2005 خلال مباراة بترول أسيوط، وسجل وقتها هدفين، وجماهير الأهلي قالت خلاص المكنة طلعت قماش عشان بعدها يستمر في التسجيل والتألق. لحد ما جت بطولة كأس العالم للأندية وسجل قدام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي عشان يكون الهداف الأساسي للفريق مع عماد متعب وأبو تريكة، ويعملوا ثلاثية مرعبة كل الناس تشهد ليها. وبتعتبر فترة 2007 و2008 هما الأبرز في تاريخ فلافيو مع الأهلي، واللي ظهر فيهم بشكل كبير خلى عدد من الأندية الكبيرة في الدوريات الخليجية تتمنى تتعاقد معاه عشان يجي نادي الشباب السعودي ويقدم عرض خيالي لفلافيو في 2009، السنة اللي كان فيها خلاص مانويل جوزيه بيستعد عشان يرحل عن الأهلي لقيادة أنجولا في أفريقيا 2010. وقتها فلافيو شاف إن دي السنة الأنسب للرحيل عن الأهلي، وبالفعل ساب الفريق وراح الشباب السعودي عشان يسيب مسيرة كبيرة مع الأهلي. ولكن بعدها فلافيو اختفى تماما. قدر يلعب شوية في الدوري القطري وعدد من الأندية هناك، بس كان صعب يجيب مستواه ونجاحاته اللي سابها مع رحيله من الأهلي، لحد ما سنه ووزنه زادوا وقرر نهائيا اعتزال كرة القدم.